السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناتكم نعيمة أشيري. كنتمنى نتوما كتشاهدوا هذا الفيديو تكونوا بصحة جيدة وبأحسن الأحوال يا ربي. مرحبا بكم في قناتكم نعيمة أشيري. نبداو هذا الفيديو هذا بالصلاة على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كنت البنات كندور في هكا كندور في المحلات التجاريه. دخلت واحد المحل كيبيع مكونات او المواد اللي هي كلها كوزماتيك طبيعيه 100%، ولقيتهم كيبيعوا هاد الصبغه هادي اللي لفت ليا زعما شدتني ليها. قلت علاش لا ما نجربهاش. خديت وحده في القهوي دارك شوكولات، وخديت وحده في اللون الاسود. هذه راها حتى هي صبغه واخا مكتوبين على حنه، وليني راها كتعطي ليفي سور بلاص يعني ساعتها. اللي جرتني ليها وشدتني ليها انني كنقلب في المكونات كنلقاها كلها مكونات طبيعيه. كاع هاد المكونات هذه ما فيهاش داك المواد اللي هي كتادي لنا الشعر ديالنا اولا الفروه ديال الراس ديالنا. خديت جوج ديال الالوان البنات، خديت اللون القهوي واللون الاسود. بغيت نجربها معكم وغادي نخلي لكم بطبيعه الحال نتوما تختاروا معايا اشنو اللون اللي نجرب الاول. بالنسبه للون الاسود فهي هنا كتبني عليها حنه، يعني كتغطي الشيء 100%، وفي نفس الوقت المكونات اللي فيها كلهم طبيعيين البنات. هانتوما هما المواد اللي دايرين فيها، ما فيها حتى شي ماده اللي هي ضاره اولا كتادي الشعر. بالنسبه للبنات اللي عارفين هاد الصباغه هادي وفايتين دايرينها يقولوها ليا وخليوها لي في التعاليق واش زوينين ولا لا. انا عمري ما درتهم، اول مره غادي نشريهم ونقسمهم. بغيت نقسمهم معكم وقلت نتوما تختاروا اش من لون ندير، اش من لون نجرب الاول. نتوما اختاروا معايا نجرب اللون الاسود او لا اللون البني. بالنسبه لهنايا قال لك راه من الدقه الاولى، من نهار زعما من المره الاولى كتعطي اللون. وبالنسبه للمكونات فهي قال لك انها طبيعيه، ما فيها حتى شي حاجه اللي هي ضاره. بالنسبه للون كتعطي اللون بني، قال لك زعما راه كتعطي هذا اللون هذا القهوي اللي كتشوفوه في الصوره. وبالنسبه للشيب كيتغطى 100% وما فيهاش مواد اللي هي ضاره ولا كتادي لنا الشعر ديالنا اولا كتادي الفروه ديال الراس. بالنسبه لهاد الصبغه هذه فهي حنه. المكونات ديالها ها هي البنات كلهم طبيعيين 100%. انا اول مره غادي نشري هاد المكونات او اول مره غنشري هاد الصبغه هادي، فقولوا لي بالنسبه للبنات اللي كنتو عارفينها ديجا ومجربينها قولوا لي واش مزيانه ولا لا، اولا بغيتوني ندير فيديو ونجرب ونقول لكم فخليو لي في التعاليق ديالكم. وبالنسبه لهاد الاثمنه ديالها فبصراحه ما كانش يعني نقول لكم غاليه وما كانش رخيصه. يعني بالنسبه غنختاروا الصحه فطبيعه الحال غادي نختاروا شي حاجه اللي هي مناسبه وشي حاجه اللي ما تكونش ضاره. المهم البنات لا عرفتوا هاد الصبغه هادي او لا عندكم على تجربه قولوها لي. ما عرفتوش غادي ندير فيديو نقول لكم النتيجه. غنختار اللون اللي بغيت انا بطبيعه الحال اللي يناسب الشعر ديالي ونقول لكم النتيجه ان شاء الله في فيديو قادم. بطبيعه الحال كما ديما تنقول لكم قبل ما نجربوا الوصفه اولا اي شيء اشتريناه اول مره، قبل ما نديروه على الراس ديالنا نجربوا غير في واحد البلاصه اللي هي يعني صغيره، واحد مورا الودن ديالنا نجربوا غير في واحد الخصله صغيره بزاف باش هكا نشوفوا واش ما عندناش حساسيه، باش ديك الساعه الا قدر الله كان عندنا شي حساسيه في هذه المواد اللي كاينه هنايا نتفاداوها. فديما كنقول لكم البنات قبل ما نديروا شي حاجه في الشعر ديالنا او لا الوجه ديالنا نجربوا في واحد البلاصه اللي هي صغيره لا قدر الله باش هكا نتفاداو الحساسيه.